انتقلنا من الرأي الواحد من أيام 52. احنا في رأي واحد وفكر واحد. الفكر الثاني صعب جدا. ابتدت المعارضة على خفيف قوي أيام السادات، والحقيقة اشتدت في العشر سنين اللي فاتوا. المعارضة أنا بكتب معارضة، يمكن أنت تفتكر نفس الجملة كانت بتتقال لي، كان بيتقال لي احنا خايفين عليكي، والنهارده بيقولوا انت خايفين عليكي. ايه اللي اتغير؟ ما زال الشباب لا يريد أن يسمع رأي آخر. لو انت نزلت على حاجه على الفيسبوك او حاجه على اليوتيوب مخالفه بتتشال، تتمسح. احنا عايزين راي واحد. يعني زي الرقابه اللي كنا زي الرقابه بنشوفها زي التقطيع. بالظبط هي اه بل على العكس. انا رايك مش عاجبني، ابتدي ارفض واشتم عشان اسكتك، عشان اضايقك، عشان تقعد ساكت خالص. في عدم قدره على تحمل الراي الاخر، وعدم قدره على الجدال ولا على النقاش ولا على الاختلاف. عشان كده انا لما قلت، فاكر المره انا جيت معاك هنا في اغسطس قلت لك فاضل لنا كتير قوي لما نبقى ديمقراطيين. الديمقراطيه اصلها سلوك بيتربى. ان انا اقعد اتحاور. انا ممكن ساعات لو انت زنقتني ابقى مش ديمقراطيه، لان انا ما اتعلمتش، ما مارستش الفعل الديمقراطي، انك ليك راي وليا راي ونقعد نتناقش ونطلع مختلفين، بس ما نضربش بعض بره، ولا اوقف لك ناس بلطجيه عند باب البيت. طبعا هنا البلطجه دلوقتي بقى بالتليفونات.